مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم معانا وحلقه جديده وبرنامج ارض المحبه. النهارده بنتكلم عن موضوع يعني مش عارف، انا متاكد ان كلنا هنكون مختلفين بشكل او باخر عليه. بنتكلم عن التنظيم والفوضى والروتين. يمكن حلقتنا بعنوان صراع الروتين، ولكن الروتين ده بالنسبه لبعض الناس بيشوفوا ان هي نعمه، لانه بيقول لك انا الحمد لله الامور ماشيه زي ما انا متعود انها ماشيه على طول، كل حاجه بتتعمل زي ما انا متعود ان انا بعملها على طول. دايما يكون في حاجه جديده بعملها في حياتي. البعض الاخر بينظر ان التنظيم الزائد عن اللزوم هو اللي بيؤدي الى الروتين، او بيؤدي ان يكون الامور ماشيه بطريقه مستقره تماما. الاستقرار ان كل حاجه ماشيه بخير، ولكن الروتين ان هي ماشيه بنفس الوتيره بنفس الشكل بنفس التنظيم كل يوم. اللي انا معتاد اعمله هو اللي بعمله كل يوم. في بعض الناس ما بيزهقش من ده، او بيحس ان ده شيء معتاد او شيء جميل جدا ان حياته ماشيه بهذا الروتين او بهذا الشكل وهو مبسوط بده. وفي بعض بيكون عايز دايما تجديد. التجديد بالنسبه له في تجديد على فكره ايجابي وتجديد سلبي. البعض ممكن يجدد تجديد سلبي انه بيبوظ حاجه معينه على حساب ان هو عايز يجدد، ان هو يعمل حاجه زي ما بنسمعها كده في بعض الكلمات، عايز اعمل حاجه مجنونه، فبالتالي الحاجه المجنونه دي بتؤدي الى نتيجه سلبيه. والبعض الاخر لا، هو بيشوف ان انا عايز اعمل حاجه ايجابيه اكتر في حياتي. طالما الحمد لله انا اتقنت الشيء اللي انا بعمله، انا عايز اجود فيه او اعمله بشكل اخر، اتعلم شيء جديد، اسافر، يكون عندي هوايه جديده بعملها. النهارده بنتكلم عن الروتين وصراع الروتين. يا ترى انتوا مع الروتين ولا ضد الروتين؟ يا ترى انتوا شايفين الروتين ده ازاي ممكن الانسان يخرج منه؟ هنتكلم عن هذا الموضوع، ويا ريت كمان ان انتوا تفكروا معانا فيه، ولكن اسمحوا لي ان احنا نتكلم فيه مع ضيوفنا الكرام. مشرفينا النهارده في برنامج ارض المحبه فضيله الشيخ احمد المنزلاوي من علماء الازهر الشريف، وجناب القس يوحنا جابر كاهن كنيسه الانبا انطونيوس اطلس بحلوان. ولكن بعد هذا الفاصل انتظرونا. لف في حواريها، ناس مصر دي احلى ما فيها، اصحاب جدعان مع احلى جيران، لا ما بنقفلش بيبان. انزل عني دايما مليان تفاصيل، لما وديت ما هي مصر دي بيت، صبح وليل تبقى امان. هي الليل كله وضلم نور هينور للكل، اهلها دايما تضحك لك وتقول يا صباح الفل. روح مصر صحيح حاجة تانية، تديلك عينها في ثانية، وان حد يفكر يوم يضايقها الرد يهز الدنيا. احساسها غريب والكل في بيتها قريب، توصل في الحال عرب. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. الروتين ما اعرفش انتوا حابين ولا مش حابينه، او شايفينه امر ايجابي او امر سلبي، ولكن النهارده بنتكلم عن هذا الامر او صراع الروتين مع ضيوف الكرام مشرفينا النهارده في برنامج ارض المحبه. اهلا وسهلا بحضراتكم. اسمح لي يا جناب القس ابدا مع فضيله الشيخ. حضرتك بتشوف كلمه الروتين يعني ايه؟ طبعا هو كلمة روتين في الأصل مش كلمة عربية، لكن هي سبحان الله يعني احنا بنقول ايه عندها عربت خلاص يعني. خلاص عربت. فيقولوا عليها الرتابة. الرتابة إنسان دايما في حاله ان هو زي ما بنقول مثلا عندنا في الصلاة مثلا 5 صلوات، يقول لك أنا متعود ان أنا أقوم أصلي الصبح في ميعاده أو جميع الصلوات، فأصبح أمر كما نقول اعتاد عليه الإنسان. اعتاد عليه خلاص، دايركت كده يقوم يتوضى ويصلي. فالإنسان لو هو بيبص له من منطلق إن هو منهج حياة أو سلوك حياة، غير اما يكون منهج عباده. وزي ما جناب القس دايما بيحدثونا يقول لك في مثلث كده، دور العباده والبيت وسبحان الله والعمل وهكذا. الامور هذه اذا نظرنا اليها ان هي على سبيل الرتابه، غير اما تكون على سبيل العباده. لو انا عندي يقين ان ربنا سبحانه وتعالى بيخلقني في كل لمحه
اكون خلق جديد، بتختلف النظره ان انا بكون في دينامو محرك شغال والامر منهي على هذا الامر. لا، بتختلف النظره. اذا كان الانسان بياخد الروتين على انه هو سبيل للنجاه والحياه اللي بيكون سعيد فيها في الدنيا والاخره، فبتختلف النظره كلي وجزئي. يعني هذا ما اراه في حال الروتين. حضرتك شايف متفق مع وجهه نظر فضيله الشيخ جناب القص ولا مختلف؟ لا، متفق مع فضيلته. بس ممكن لو ازود حاجه. طبعا الكلام اللي اتقال اكتر من رائع، مش عارف اقول ازاي. يعني انا معاه طبعا، بس هضيف حاجه صغيره، ان الروتين حسب ما انا شايف معناه، وحسب كمان من وجهه نظري ان حسب الموقف. يعني مثلا لما يجي نقول لانسان في حاجه مش حاببها، يقول انا زهقت، ده روتين ممل. طب نيجي نبص على الناحيه الثانيه، مثلا نيجي لحد تاني نقول طب نصلي كل يوم. طب لو تقيل على قلبه موضوع الصلاه، هيقول ده يعني ده روتين. طب حد تاني بيحب الصلاه بالنسبه له، فبيرجع للشخص نفسه بالنسبه له الموضوع ايه بالظبط، وهو ده اللي هيقول بقى ده روتين. هيسميه، يقول ممكن اللي بالنسبه لي روتين بالنسبه لحضرتك تبقى مستمتع بيه، والعكس صحيح. صح. فهي بيبقى الموضوع ايه؟ انا الموضوع اللي بتكلم فيه ايه؟ فاحنا لو اتكلمنا مثلا على مستوى الدراسه، اغلبيه اولادنا عشان مش بيبقوا مستمتعين بالموضوع بيقولوا احنا زهقنا وملينا. لكن لما مثلا بيغير في بعض الامور في محيط الدراسه، يغير مثلا اسلوب القعده بتاعته، الاضاءه، يغير المكتب هنا، طب هنا يغير المذاكره، طب اذاكر المره دي في الصاله مثلا، او الامور دي، يبتدي الموضوع بالنسبه له لا، ما يبقاش ملل وروتين. بس هو الروتين لا يقتل الابداع. يعني بمعنى ان انا اصلا مثلا لو ابني او بنتي، انا اصلا متعود بذاكر فبنجح، ما عايزين مني ايه تاني؟ لا، انا عايزك تتفوق، انا عايزك تكون اكثر الماما بموضوعات مختلفه. يعني شايفين ان ممكن الروتين يقتل الابداع او يقتل الفكره او يقتل تنميه الانسان؟ صحيح. الانسان لو هو بحياته او بطبعه يقول لك زي ما تفضلت، يقول ايه؟ يقول لك انا والله بذاكر، انتوا محتاج مني اخر السنه إن خلاص انا ناجح، ذاكرت الدروس بتاعتي وزي ما طلب مني فعلت. ودي اللي سبحان الله يعني دايما بنلاحظ حتى الوزراء عندنا في مصر، يعني الفترة اللي فاتت ديت عايز يخلق حتة عدم الحفظ. الفترة اللي فاتت بنحصل ان الطالب يقول لك انا حفظت اللي في الكتاب. فالروتين اللي هو القاتل، لانه بيقتل حرفيا. الانسان لما يعيش ان هو كلمة مثلا فطر بمعنى خلق، خلاص هي كده. يعني مش مثلا بمعنى ابدع، لا، هي زي ما مكتوبة في الكتاب انا بسمعها. فاصبح الطالب لما يشوف مثلا اي شيء جمالي مش عارف يبدع فيه، فبيقتل عملية الإبداع. فهنا حتة الروتين اللي هو اللي بنقول عليه السلبي أو اللي بيحصل في النفس منه غضاضة، نقول لا، حاول تغير الروتين. لكن أحيانا بيكون الروتين مطلوب جدا. أنا واحد مثلا بقوم من النوم، بصلي الصلاة بتاعتي أو بتعبد وما إلى ذلك، عندي عملية الشغل الأمر الأساسي في حياتي، لا، معايا نظام من مثلا من 8 ل 2 لازم أكون متواجد. فده بالنسبة لي روتين. بس مش روتين اللي هو إن أنا مأمور او زي ما تفضل جناب القس ان هو الزامي ان انا اعمل كده وانا بعمله على غضاضه وارهاق، لا، بعمله وانا حابب كده. ففي واحد، وهو لذلك دايما لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ انما الاعمال بالنيه. انا باخدها من جانب الديني، يقول لي نيتك ايه وانت رايح العمل؟ والله انا رايح بقول ان دهوت ان شاء الله في ميزان حسناتي، من نيتي ان في عائد وراتب يعود من هذا العمل، بيكون أطعم بيه أولادي طبعا حياتي أصلا. فالقضية أوسع مما نتخيل. إذا يعني في بعض الأحيان الروتين مطلوب، الروتين ده هو مطلوب إن أنا أحافظ على نفسي، إن أنا في بعد ما أشتغل عايز أرتاح شوية، فده روتين في حياتي. الرتابة اللي بنقول عليها أيوة مطلوبة. بعد ما أقوم من النوم أنا عامل في حسابي إن شاء الله إن أنا بعد العصر مثلا، وليكن بعد المغرب، هروح النادي عشان أكسر الملل بتاعي وأكسر عامل النفس مع العمل. لأن الفترة دي محتاجة راحة، ومحتاجة برضو كذلك إخراج الطاقة اللي موجودة في البدن. الأمر مش مقتصر على إن أنا أشتغل أو أتعبد أو أكل أو أشرب بس، لا، روحوا أنفسكم، روحوا عن أنفسكم. سيدنا النبي علمنا كده. يعني لذلك الأمور دي مهمة جدا في حياتنا، ناخدها من الجانب الإنساني أو العاطفي. عملية إبداع النفس والفرحة فيها. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم
لما يدخل عليه نعيمان وهو صحابي، الصحابي ده حضرتك يعمل ايه؟ عايز يدخل السرور على قلبه هو صلى الله عليه وسلم. فمن ذات مرة يدخل أحد الأعراب ويقف على باب المسجد. عملية ترويح النفس مطلوبة يا سادة. الأديان مش عملية تجميد للذات وقمع للنفس، لا أبدا، فيها السرور وفيها الفسحة. روحوا عن أنفسكم. إنما قضية الرتابة الزائدة عن الحد اللي تخلي النفس البشرية فيها حاجز بينك وبين الأعمال اللي انت بتعملها، لا، ده غير مطلوب وغير مرغوب فيه بالمرة. طيب قبل ما اطلع هذا الفاصل، انا عارف قدامنا 30 قدامنا مده، بس حضرتك طبعا برضو متفق يا جناب القصه ان الدين برضو فيه فسحه، ان هو مش رتابه في العباده، لا ده فيه فسحه ايضا وفيه ترويح عن النفس. حضرتك متفق معايا؟ طبعا متفق في ده. حتى احنا عندنا في الكنيسه بنقول لهم سواء في الخدمه او في الصلاه، احنا مش بنفرط في العقيده والايمان، لا، الموضوع ان انت بتلاقي طرق ووسائل تانية في ظل متغيرات العصر والميديا اللي بقت مفتوحة من كل أنحاء العالم. فأنت بتدور على وسائل للأطفال في خدمتك في العبادة تقدمها لهم بطريقة تانية. بندور على دلوقتي ورش عمل يتم بيها مثلا شرح الدروس في التربية الكنسية عندنا في مدارس الأحد. بندور على مرة بالعرايس، مرة بالمسرح، مرة بالسكتش، وبوصل نفس اللي أنا عايزه. غير طريقة مثلا زمان كان بيبقى من طريقة التلقين، إنسان واقف بيقول نفس الكلام، فدلوقتي مش هينفع في عصرنا ده. فلا، الموضوع فيه إبداع. مش معنى إن في حاجة بعملها بصفة مستمرة، لا، أنا باجي بخدم كل يوم في الكنيسة، طب خلاص كده انا بقى لا، بلاقي طرق جديده. حتى في مجال الشغل برضو الانسان في داخل عمله لو الهدف واضح قدامه، انا بعمل ده ليه، فبتلاقيه بيتقن في عمله، وده اللي بيخلي انسان يتميز عن انسان تاني. صحيح. ده مبدع وبيطور وبيقدم نفس الحاجه. بس كمان الموضوع مش عشان الاخرين هيسقفوا لي او حد هيشوف ده ويعمل بهرجه يعني، لا، عشان انا ابقى مبسوط، عشان انا ابقى فرحان. فالموضوع بيعود عليا قبل ما بيعود على الاخر، ان انا بستمتع بالشيء اللي بعمله. في كان قصه لو لي يعني طبعا وقت اقول بس قصه بسيطه. فضل. كان احد الرهبان راح لابوه الروحي اللي بيتابع معاه حياته الروحيه عفوا، فقال له كده، قال له انا كل يوم بصلي وبقدم توبه ومش حاسس ان في تغيير في حياتي، اعمل ايه؟ قال له طب خد السبت العادي بتاعنا ده اللي بننزله من البيت للشارع، فخد السبت ده وديه الميه الفلانيه، فاخده ورجعه تاني. قال له طب وديه تاني، وابتدى يكرر الموضوع ده كذا مره. وثبت في بدايه الامر كان مش نظيف، في تراب كتير. فقال له ايه اللي تم؟ قال له انا كل مره من الميه ما فيش ميه فيه، ما فيش تغيير تم. قال له طب ايه انت شايف الثبت ايه؟ قال له لا نضف. قال له ده نفس الموضوع. انت شايف ان في رتابه او ما فيش تغيير، ده الظاهر، لكن في حاجه جوه بتتغير. وده اللي قاله القديس العظيم الانبا انطونيوس مؤسس الرهبنه في العالم. قال كده، قال انت لو حافظت على الروتين هيثبت قلبك في الله ويحفظك من الشرور. فالانسان مش مجرد حتى لو ظاهريا شايف ان ده روتين في العباده، لا، بس بيسيب اثر وبينقي الداخل. طيب قبل ما نطلع فاصل بس سؤال صغير، الانبا انطونيوس مصري صح؟ طبعا. أيوة. من بني السويف من قمة العرب. احنا الرهبنه طلعت من مصر، يعني الانبا انطونيوس مصري، هو الرهبنه اتعرفت من العالم كله، للعالم من كله مصر. من مصر يعني مصر سبحان الله البلد دي عظيمه. طيب بعد هذا الفاصل انتظرونا.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. واذا كنا بنتكلم عن الروتين، يمكن ضيوف الكرام اصلوا في الجزء الاول من حلقتنا ان الروتين بيحمل جانب ايجابي، مش لازم يكون بس جانب سلبي، وان ممكن ان انا اطور من الروتين. ان انا اعتدت ان انا اكون كويس بس انا عايز اكون احسن، التجديد ان انا بكسر هذا الروتين. اعتدت ان انا اكون صالح بس بقدم هذا الصلاح للاخرين بشكل مبتكر، ان سواء كان في المسجد او في الكنيسه. ولكن ان البعض لما بيحاول يكسر الروتين بيكسره بشكل سلبي او شكل غلط، بمعنى انه ممكن يتطرف في كسر هذا الروتين، سواء كان باشياء غلط ممكن تاتي بالغلط على صحته او على سمعته او حياته. ده اللي عايز اسال ضيوف الكرام عليه، ازاي ان انا احد من نفسي في كسر هذا الروتين، ان انا ما اخليش كسر هذا الروتين يكون بشكل فيه شطط في حياتي. اعمل ايه؟ هو طبعا سبحان الله، يعني دايما الإنسان بيختار الصديق اللي يكون سبب في سعادته. زي ما بيقولوا الصاحب ساحب. فطبعا لما يكون الصاحب للشخص ده هو بيعينه على فعل الخير، هياخد بإيده للخير. إنما واحد تاني مثلا عزكم الله يقول له ما تجرب يا عم انت شكلك متضايق او كذا، طب بيعزم عليه بسيجار او ما الى ذلك، فياخده في طريق تاني خالص، فبيضيع او بيغير مسار حياته مش للأحسن، للأسوأ. وطبعا يعني سبحان الله بنقول دايما، يعني حتى في الصغار والمرحلة المراهقة وما إلى ذلك، بنقول لهم خدوا بالكم، عينكم على أولادكم، خدوهم في طريق يعني يكون سبب في سعادتهم في الدنيا والآخرة. الإنسان عايز يغير، يكسر الروتين، يكسره بشيء مفيد. انت النهارده مثلا بتقول والله انا راجل في حياتي عايز اطلع من الجو اللي انا فيه، انا طول النهار شغال واخر الليل بنام ويدوب عندي يوم او يومين في الاسبوع اجازه او ما الى ذلك. اليوم اللي هو الريست بتاعي ده هو احافظ على ان انا اجدد النشاط بتاعي. لذلك كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل. الكسل لما بيدخل على النفس بيحصل بقى اللي هي بنقول عليها الرتابه الزائده عن حدها، اللي هي السلبيه، اللي هي بتوصله لمرحله يعني يقول لك انا خلاص زهقت مليت من الحياه. فلذلك عايزين حته الملل او الشطط او الانحراف نقول له لا خد بالك، استوب هنا، لازم تاخد بالك من ذاتك. ترويح النفس ده امر مطلوب ومهم جدا، بس مش بطريق يغضب ربنا الله اكبر، بطريق يجعله سعيد حتى مع نفسه، يكون واثق من نفسه وفرحان بيها وسعيد بيها. لذلك سبحان الله لما يشرع لنا الامور حتى في العباده، قضيه الحج او العمره او ما الى ذلك، يقول لك ده انا رحت رحله كانت عظيمه جدا، غيرت مسار حياتي، انا كنت مشتاق لها فعلا، ازاي انا حرمت نفس السنين الطويله دي كلها؟ ليه؟ لان هو شاف عباده جديده او نوع جديد من العباده، مش قضيه عباده بس ان هو هيرفع ايده او ما الى ذلك. يعني حتى بعض الساده الاحباب يقول لك ايه، هو انا لما اروح جنب الكعبه واتصور ده حلال ولا حرام؟ نقول له القضيه مش في الحلال والحرام، القضيه انت كده كده العباده مش حاكماك ان انت زي مثلا في الصلاه ممنوع تنظر يمين او شمال. طب دي عباده جديده بالنسبه لك، لو انت خدتها على سبيل ان انت بتروح عن نفسك، ايه المانع فيها؟ بتفكر نفسك ببيت ربنا سبحانه وتعالى، ايه المانع في كده؟ في دليل او في امر الهي يقول لك ما ينفعش تعمل كده؟ هنقول له لا طبعا. فترويح النفس حتى من باب التذكير ده امر يعني ارى فيه ان في ترويح للنفس، طالما ما بيضيعش حق العباد. الله اكبر. انما انت مش ماشي جنب الكعبه مثلا ان انت بتقول خلاص انا عيني على الكعبه وبس، لا. مين اللي قال كده؟ كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يشير للكعبه، واحيانا يطوف وهو يركب دابته. فالقضيه مفتوحه، مش قضيه اللي هو واقف يعني سمعنا واطعنا وعينك في على الارض موضع سجودك. كذلك الصيام، كذلك الزكاه، هي عباده. فالعبادات هذه مع كل هذا انت مأمور ان انت تطلع من السياج بتاعك، تروح تذهب الى مثلا اعزك الله او اكرمنا الله واياكم، تروح المسبح وتتعلم، علموا اولادكم السباحه
السباحة والرماية وركوب الخيل. النهاردة تعليم الطيران ازاي تطلع بالطيارة، مش الامر مقتصر على السباحة والرماية، ده سيدنا عمر يقول كده. انما ويخلق ما لا تعلمون، انت مطالب ان انت تلعب بيسموها سكواش هنا ولا ايه، مطالب ان انت تلعب الالعاب الحياتية، مطالب ان انت تشوف زمايلك من جميع الفئات وجميع البلدان، وحتى الملبس مطالب انك تتعايش، مش تقتصر على نمط معين. فكل هذه الامور مطالب ان انت تنحرف انحراف سليم، مش انحراف سيء وفيه شطط وفيه غضاضة للنفس. لا، بنقول لك اخرج الى الحياة ومعك ديانتك، حافظ على ديانتك، لكن اخرج مع الخارجين بسبيل النجاح وسبيل الفلاح. نعم. احسنت يا فضيلة الشيخ. جناب القصة، اتفضل يا فندم. يعني أضيف على اللي قال فضيلة الشيخ إن المعاشرات الرضية تفسد الأخلاق الجيدة. ده موجود في الكتاب المقدس. فلو أنا ارتبطت بناس يعني كويسين هيبقى الدنيا كويسة، الناس مش كويسين يبقى الدنيا مش ظريفة. تاني حاجة إن أنا برضه لازم أعرف إن أنا لما باجي بغير في أنهي اتجاه. لمجرد التغيير عشان أكسر الملل بروح خروجه، بتفسح، بنروح رحلة، بنروح الأماكن الدينية نزور، ده شيء جميل. نروح للملاهي، نروح مثلا الأطفال كيدزانيا وغير، يعني حاجات كتير كده، أماكن الأطفال والألعاب. النقطة كلها كمان إن لازم أعرف إن أنا بعمل كده ليه، وخوفي بس إن الموضوع يعني ممكن يعني اختلاف مش أكثر، مش خلاف، إن الموضوع يتحول مثلا إن دلوقتي ما أكثر الناس بتتصور عموما، يعني بتصور نفسها وسيلفي أو غيره، مش بتكلم في دور العبادة بس، لا، ده دلوقتي وأنا ماشي في الشارع بلاقي مثلا الأولاد والبنات واقف وبيتصور في الشارع، يعني ممكن يوقف عربية عشان لمجرد عشان يكسر الملل وبيواكب العصر، وبنكتر صور وبننزل على الفيس او غيره، وبنعمل ذكريات وما ذلك. فالتخوف بس ان انا انجرف لده وانسى الحاجات الرئيسيه بقى اللي مطلوبه مني. صحيح. ان ربنا خليل بيقول لي مش موضوع هو كده. حتى بني اسرائيل لما خرجوا من مصر من بيت فرعون ومن ايد فرعون، زمروا على موسى النبي، قالوا له كده يعني سائمنا ده وزهقنا بقى ان احنا ماشيين في الصحراء وغيره. وبعد ما ربنا جاب لهم المن والسلوى واكلهم وشربهم، تذمروا برضو على الموضوع. فالموضوع مش مجرد تجديد بس، ما هو في جديد خدوه وفي اكل خدوه وفي شرب واللي هم عايزينه، بس ما رضيوش في الاخر، بس هو تذمر. فالخوف ان انا مش عارف الهدف من الكسر الروتين او التغيير او الابداع ايه، ان انا انجرف في ده وانسى الهدف الاساسي وانسى بقى علاقتي بربنا. لا، ربنا مديني ده عشان ان انا وانا ماشي وانا بتفسح وغيره اتامل في كل الحاجات الجميله اللي ربنا ادهاني. كل يوم بنمو اكتر ان انا بعمل ده لاجل مجد ربنا، مش ليا. ان كل ده اقول شكرا يا رب، قد ايه يا رب انت جميل، انت صانع الخيرات، صانعني ده، كتر خيرك. وابتدي اتكلم برضو من خلال كل اللي انا بعمله وما انساش برضو ربنا في الموضوع. فعشان ما نجرفش ده تخوف، يعني يبقى كسر الروتين مش تدمير للحياه. يعني كده. هو ده الفكره، ان انا بكسر الروتين، مش بدمر حياتي ان انا اروح اشرب حاجه ممنوعه او انجرف فيها تغيير او تبقى هي خلاص بقى يبقى هو ده الروتين الجديد اللي بسيب الصح او بسيب الخير اللي في حياتي. وبالطبع تغيير الروتين ده مش معناه برضو ان انا زي ما قال جناب القص ان هو تغيير سلبي، لا، هو لازم يكون تغيير ايجابي لفتره محدوده وبرجع تاني لحياتي الطبيعيه. ما تذمرش من اولادي او من زوجتي اقول هم دول روتين، لا، دول اشياء اساسيه في حياتي. بعض الناس يا فضيله الشيخ بيتذمر من زوجته، يقول هي نفس الزوجه، هي نفس الاشياء اللي يعني ده صح ولا غلط التذمر المستمر من الروتين؟ التذمر المستمر لا، ده امر منهي عنه. يعني انا مره من المرات يعني حاجه الانسان لما يشوفها كده يحزن. يعني مره اعزك الله جناب القس يقول لك ايه، دخلت مره بيت كده يقول لك تقول لي ده زوجي بيقول خلاص انا زهقت من ابني ده، ابنه تعبان، اللي هم عندهم يعني من ذوي الاعذار وذوي الهمم،
والله وصل بيه الحال كده، انا حزنت كل الحزن. تقول لي بيقول صرفيه بنفس النص كده، يعني اصبح كانه روتين في حياته، تذمر، متضايق، حزنان. مش للدرجه دي يعني. قضيه العاطفه فين، والابوه والرحمه والحنو فين الامور ديت؟ فاحنا بنقول قضيه حتى الانجراف، لما تنجرف مش انجراف ياخدك لان هو ده الهدف بتاعك، انك تخرج من الحياة اليومية، ولا انك تكسر الملل بتاع العمل بتاعك وتقول انا خلاص تعبت من لا. قضية انك في زي ما جناب القس يتكلم ان في اله انت عينك عليه ده. فقضية انك تخرج وتكسر الملل دي لخدمة الامر، الهدف المطلوب منك، اللي هو حتى في ديننا الحنيف وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انت النهارده مخلوق عشان العبادة، فمهما كان معاك في طريقك دهوت انك تكسر الملل، الا ان هو في خدمة الشرع الحنيف حتى تفوز وتسعد في الدنيا والاخرة. انا بشكر حضراتكم جدا ان انتوا شرفتونا النهارده واحسنتم كلام في صراع الروتين، يعني فتحتوا لنا كلام، او فتحتوا لي كمان انا بالاخص كلام جديد، وخلتوني افكر بشكل مختلف. وبتمنى الساده المشاهدين يكونوا يعني استمتعوا معنا بحلقتنا النهارده. وهو الروتين شيء يعني وارد في حياه اي حد فينا، الفكره كلها ازاي يكون هذا الروتين يخدمه ويخدم حياته، ما يكونش ضده وضد حياته. عافانا الله جميعا من اي مكروه وشر. وبشكر حضراتكم وبشكر الساده المشاهدين. والى اللقاء.